اكتشفت ان الحمد لله معظم التبعين اللي عندنا النوع العبيط ده اللي بينادي على المنطقه هي بس بيبدل الكلمات كده. هو فتك اللي هو تحرير رمسيس، رمسيس تحرير. والله تخيلت واحد من ده قال لي رمسيس تحرير، قلت له لا. قال لي طب تحرير رمسيس، قلت له ده صح صح، كنت ناسي. تبتدي تركب وتبدا من هنا بقى رحلتك مع عالم الميني باص. انا في حاجه لاحظتها الصراحه، اول ما اركب بلاقي الولاد كلها يعني قاعده على وشها غضب ربنا، اللي هو كده سيبني في حالي، لحد ما بنت بس تحط رجلها على السلم تلاقيها كده. لو صاحبه نايم جنبه ولا يقوم يلا يتحرش عشان طبعا الراجل ثابت على مبادئه، استحاله يصعب عليه راجل كبير فيقعده. بس لما تيجي البنت الكيوت تقف قدامه، واحنا عارفين طبعا البنات تتوفر عندها هرمون المحن بغزاره، فتبتدي تقف قدامه فتقول الايلاينر ساح، يديك الايلاينر يسيح، فيقول لها لا والله ما يرضيش، طب حضرتك اتفضلي اقعدي واول بس ما كرسي يفضى هقعد الايلاينر. وبعدين الايلاينر ده خط هنا، انا يعني خط كده، انا اعرف بنات بتجيبه من هنا كده تحس انها بتبخر نفسها. حد هنا بيقف في المينيباص؟ حد بيقف؟ محدش بيقعد صح؟ انا على طول بقف في المينيباص، واصعب لحظه بتعدي عليك وانت واقف في المينيباص لما حد يجي يعدي من وراك او من قدامك، بس من قدامك بتبقى مطمن نسبيا يعني هو اللي هيتضرر مش انت. بس انا اكتشفت ان ده بيجيب ليونه في المفاصل رهيبه. اقول لك انا ازاي؟ اما بتبقى واقف انت بتبقى ماسك كده، فيبتدي حد يجي عايز يعدي من وراك، فانت بتقوم عامل كده، فحد يعدي من قدامك، حد يجي يعدي من قدامك فانت عامل كده، فانت طول الطريق شغال كده وكده، فعلى اخر الطريق يبقى فيه ليونه فظيعه.